طب هو هيعرف لوحده ازاي؟ اكيد انت قلت له. ما حبيبي يا حبيبي انا ما خدتش حاجه. بص، هو اللي شاف الفلوس بتاعه. انت بقى اللي شفتك بالكاميرا كده، انا بقى شفتك من هنا من تحت. ايه بقى شفتك وانت بتسرق فلوس كده وتمشي كده. يعني انت اللي قلت له؟ بصراحة أنا اللي قلت لك إن أنت سرقت الفلوس منك لله، يموتني أنا من غيرك. طب هو يموتك انت ليه يا ابني؟ انت عبيط، انت خدت حاجه؟ انا اللي سرقت، انا اللي حرامي. أنت حرامي ومعترف؟ يا حبيبي حرامي ومعترف. طب اعمل ايه طيب؟ انا باجي اطلب من ابوك فلوس يا عم ما بيرضاش يديني، فانا مضطر ان انا اعمل كده. بصراحه كنت جعان قوي، كنت عايز اجيب كريب فسرقته ورحت جبت. سرقت عشان تاكل؟ وأمك عاملة قصدي أكل كعك، عاملة كعك وأكل. يا عم امك بتعمل باميه وملوخيه اكلوني، انا ما بحبش الحاجات دي يا اسطى. انا عايز اكل يا اسطى حاجات زي اللي اصحابي بياكلوها بقى يا اسطى. المهم انا عندي فكره حلوه تاكلونيا. انت عايز تاكل كريب؟ يا ريت يا ريت. طب عندي فكره حلوه يا اسطى. تيجي انا وانت نروح نسرق ابوك ونجيب كريب. خلاص، بس هنسرقه ازاي؟ عندك الحل يا عم. سيبها لنا دي، انا كده سرقت قبل كده وعارف. لا سيبنا انا دي، انا عندي الحل تمام. بص، هو بقى لما ينام جوه وهي الفلوس بتاعته في السرير بتاعه اللي جوه. وايه بقى انت بقى ايه بقى ندخل على السرير اللي جوه، نخطف ونطلع هنا ونستخبى. شفت الفكرة دي؟ يا ابن اللعيبه يا كلونيا. طب يلا.